السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خدنا الفيديو اللي فات حرف الصاد واتصالاته بجميع الحروف، وقلنا هنكمل وناخد حرف الطه والظا ونشوف هنكتبهم ازاي. حرف الطه والظا تقريبا نفس اتصالات حرف الصاد والضاد، هي نفس اتصالات حرف الطه والظا بنفس الشكل، مع الفارق السنة بتاعت الصاد والألف بتاع الطه والظا. يعني ازاي؟ هناخد كده مثلا ونشوف. كنا في حرف الصاد مثلا بناخد الصاد مع الألف كده، حرف الطه والظا هيبقى نفس الكلام كده اهو، كده مع الفارق بقى الألف، مع الفارق ان مفيش السنة بتاعت الصاد. طب هل في حروف في اتصالاتها بحرف الطاء مختلفة عن اتصالات حرف الصاد بيها؟ مثلا زي حرف ايه؟ زي حرف مثلا الجيم، لو احنا عملنا الطاء فوق كده، احنا لو كان صاد كنا هنطلع بيها كده سنة كده وننزل عشان نعمل الجيم. ازاي؟ اهي ادي الصاد اهي كده، كده نعمل كده، ادي الصاد. لكن في حرف الطاء بنعمل كده، كده ننزل على طول كده لان مفيش سنة للطاء. ودي الالف اهو بتاع الطاء اهو، ادي ده كده، كده كده. طب ايه تاني؟ هل في حروف تانية مختلفة عن حرف الصاد والضاد؟ مثلا حرف الياء. في حرف الصاد كنا بنعمل كده، نطلع كده ننزل كده عشان نعمل الياء. ليه؟ لأن حرف الصاد بعديه سنة، فاعتبرنا إن السنة بتاعت الياء هي نفس السنة بتاعت حرف الصاد. لكن في الطه والظه بتبقى كده، تنزل على طول عشان ما فيش سنة. تقريبا هما دول الاختلافين اللي يعني واضحين جدا في الفروق ما بين حرف الطه والظه وحرف الصاد والضاد في الاتصالات ما بين بقية الحروف. طيب الحرف اللي بعد الطه ايه بقى؟ حرف العين. حرف العين لما بيكون بعديه حرف صاعد بنعمل موجة كده أو حاجب كده، ننزل كده ونطلع من هنا كده، نقوم طالعين كده بحرف الألف. يعني حرف العين لما بيجي بعديها حرف صاعد بنعمله كده، بنعمل أدي الحاجب أهو كده، نعمل كده ونطلع كده بالحرف الصاعد، اللي هو سواء حرف الألف أو حرف الدال بعديها أو حرف الكاف أو حرف اللام، يبقى نفس الشكل ده كده. طب لو بعديها حرف عادي مش حرف صاعد زي حرف الب مثلا، لا هنا بتختلف بقى، بنعمل كده، نعمل كده وكده، كان نرسم حرف الايه اللي هو الحاجب ده، نرسمه كده. طبعا هي لها كذا شكل في الكتابه، بس انا بقول مثلا يعني. وادي حرف الب، طبعا حرف الب او ت او الس. طب حرف العين مع حرف الدال، الدال حرف صاعد، هم عاملين كده وكده وكده. دي حرف الدال، ادي العين مع الدال. طب العين مع الر، طبعا دال او زال. طب عين مع الر، ادي حرف العين اهو كده، نعمل كده. طب العين مع الر ممكن تاني ازاي؟ ممكن كده، ادي العين مع الر. طب العين مع السين، او حرف العين كده عشان بعدها مش حرف صاعد، حرف عادي على السطر، ونعمل حرف السين العادي اللي احنا بنعمله دايما اهو، ادي حرف السين، طبعا سين او شين. طب حرف العين مع الصاد، حرف العين اهي كده، وادي الصاد العادية خالص اللي احنا بنعملها اهو. حرف العين مع الطه، ادي العين اهي، حرف الطه العادي برضو اللي احنا بنعمله اهو. طب العين مع العين بقى مفيش فيها مشكلة، ادي العين اهي العادية احنا لسه عاملينها، هنعمل كده. والعين العادية اللي احنا بقى بنعملها في آخر الكلام كده اهو. حرف العين مع العين. طب احنا ايه هنا ما خدناهوش؟ حرف كان ناقص، حرف الحاء او الخاء او الجيم مع حرف العين، اللي هو كده حرف العين اهو كده، ادي حرف الحاء، نفس تقريبا نفس الشكل كده، بس مع الفرق بقى ان حرف العين هنا بيبقى على السطر كده وهنا يبقى فوق شويه، يعني جاي من فوق الجيم. طب هل احنا ممكن نعمل الجيم او الحاء او الخاء بعد العين بشكل غير ده؟ العادي بقى اهو، ادي حرف العين اهو كده، وادي حرف الجيم كده.
اهو. طب بعد كده حرف ايه؟ حرف الف. حرف العين كده اهو العادي، وادي حرف الف اهو، بنطلع كده 8 ياها شكل حرف الب اللي هو كده اهو، ادي حرف الف. طب حرف القاف اهو كده اهو عادي، وادي حرف القاف، هننزل سنه كده ونلف الكاسه بتاعت القاف كده. طب حرف الكاف اهو، حرف الكاف كده، لا غلط. ليه؟ عشان حرف الكاف ده حرف صاعد، كاف في نهايه الكلام حرف صاعد، فلما نيجي نعملها ازاي؟ قلنا نعمل كده كده وكده، ونطلع بالحرف الصاعد كده وكده، الحرف الكاف بقى العادي بتاعنا. طب اللام نفس الكلام حرف صاعد، وعاملين كده وكده وكده، وطالعين كده ونازلين باللام كده. طب حرف الميم، العين اهي اهي اهي، حرف الميم ممكن بقى طبعا كذا شكل زي ما قلنا، ممكن كده، ممكن عين كده. طيب ممكن كده. حرف العين مع النون، العين برضو كده عادية اهي كده اهي وكده، وادي السنة بتاعت النون، نعمل النون كده. طب حرف العين مع الواو كده اهو، وادي الواو كده. بننزل بقى زي القاف؟ لا، من هنا كده على طول. طب حرف العين مع اله، حرف العين اهي. طب اللي بعد الحرف العين دوت في اخر الكلام بيبقى ايه؟ بحرف صاعد، يبقى هنعمل كده كده. فاهمين فكره الحرف الصاعد ده؟ يعني اي عين بعدها حرف صاعد بتتعمل كده، فيها حرف مستقيم على السطر بيبقى كده. بص الفرق بين ده وده او ده وده. طيب هنشوفها في حرف اللام الف، ادي العين مع اللام الف اهي، حرف اللام الف حرف صاعد، نقوم عاملين كده وكده اهو. طب حرف العين مع اليه اهو، العين بتبقى فوق كده وكده، ننزل باليه كده. دي كده حرف العين واتصالاته مع جميع الحروف. ناخد حرف الف. حرف الف مفرد كان بيتكتب ازاي؟ كنا بنعمل، فاكرين حرف الب اهو، شرطه كده، ادي قوس كده وادي قوس كده، وبدل ما يمشي مستقيم كده لا، بننزل بسنه كده بسيطه كده كده. ادي حرف الب العادي اللي احنا بنعمله. طيب لو عايزين بقى نقلبه ف، نعمل ايه؟ بنعمل هنا كده قوس صغير كده، ومن هنا كده 8 مقلوبه على الواسع اهي، ادي حرف الف. نكتبها بشكل تاني، بدل ما نكتبها به الاول لا، هنكتبها بقى، نعمل قوس كده الاول كده اهو، قوس صغير كده باصص لفوق، ونقوم قافلينه هنا ب 8 مقلوبه كده على الواسع، نقوم نازلين من هنا سنه كده صغيره، نقوم عاملين كده. ادي حرف الف. طيب حرف الف مع الالف، يلا ادي حرف الف اهو مع الالف اهو، مع الب اهو، حرف الب كده كده، ادي حرف الب اهو، طبعا ب او ت او س. حرف الف مع الجيم، لو من فوق كده اهو، حرف الجيم اهو، كلمة فج مثلا. حرف الف مع الدال اهو كده اهو كده. حرف الف مع الر اهو كده كده اهو كده. حرف الف مع السين اهو كده، وادي حرف السين عادي اهو، او شين اهو مثلا شين. حرف الف مع الصاد اهو، يلا زي ما كنا واخدين ببقية الحروف اهو، نفس الكلام اهو، حرف الصاد او الضاد. حرف الطه اهو، ادي حرف الطه. حرف العين اهي، ونطلع كده من هنا نقوم عاملين كده. طبعا هي لها كذا شكل، يعني ممكن تتعلمها انت وتكتبها الشكل اللي يريحك انت. الحرف الف مع العين، كل الكلام ده هناخده بعد كده بشرح يعني باستفاضه لما نيجي نكتب بعد كده في التمارين.
حرف الف مع الف. ادي حرف الف اهو. الف بقى بعد كده قلنا الف يعني الاخيره بتتعمل ازاي؟ نطلع كده والثمانيه اياها المقلوبه دي كده، ونيجي قبل السطر كده ونقوم عاملين كده اهو. طب فيها مع قاف، ادي فيها اهي مع قاف اهي. القاف دي بتنزل شويه كده فتطلع كده. طب فيها مع الكاف، ادي خالص اهو كده. مع اللام نفس الكلام كده كده اهو كده. مع الميم اه او كده او كده. طبعا ان شاء الله بعد كده هتبقوا محترفين في موضوع الميم ده اهو. او كده او كده. شوف كام شكل ولسه. طيب حرف الميم مع النون، خليها هنا عشان هي حاجة واحدة اهي. اهي ف مع النون. حرف الف مع اله اهي. دي طبعا في اخر الكلام. حرف الف مع الواو اهي. ف مع اللام الف. الف مع اليه كده 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 كده. وممكن الف مع يه تبقى كده برضه من بعيد كده، ممكن ننزل كده عاملين كده. كل ده هنشوفه بعد كده مع بعض لما ندخل في التمارين.